السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو تنظيف تحفيزي من الدرجة الأولى. كتير مننا بيكون ده حاله لما يكون عنده أطفال ومعيشة كل يوم وكل وقت، وأوقات كتير بيكون مفيش عندنا وقت خالص للتنظيف كل دقيقة والتانية. بنمر بظروف صعبة، بنمر بأيام صعبة، بنكون تعبانين شوية، عندنا ظروف، عندنا شغلنا، كل ده حاجات بتعطلنا أوقات من التنظيف اليومي السريع والتنظيفات السريعة وكل يوم بنعمل حاجات كده سريعة علشان بس البيت يكون متروق ومتنضف ومتنظم على قد ما نقدر. وبيوصل بينا الحال ان بيتنا بيكون بالشكل ده وبالطريقة دي. طيب مع بعض هناخد حاجة حاجة علشان نقدر ننفذ، يعني ما يكونش كلام على الفاضي. ننفذ مع بعض وناخد حاجة حاجة من البيت يعني. ايوه، بنكون محتاجين زي عناية إلهية تنقذنا وتساعدنا من الموقف اللي احنا فيه ومن الشكل اللي احنا شايفينه. طيب هناخد حاجة حاجة ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا ونساعد بعضينا على قد ما نقدر. طبعا مش هنقدر نكمل ونقوم بالبيت كله يوميا، لأ. علشان تساعدي نفسك وتخففي على نفسك المجهود هتاخدي حاجة حاجة كل يوم. تنظيف عميق. ايوه، بنكون محتاجين ان احنا بعدها مفيش حد يجي ناحية اي حاجة خالص او يلمسها، ولا ياكلوا ولا يشربوا ولا يناموا ولا يقعدوا حتى. تعرفوا ان فيديوهات التنظيف والروتينات بتشجعنا جدا على التنظيف وتحسوا انها بتدينا طاقة ايجابية، او بمعنى اصح تأنيب ضمير بيقول لنا بقى كفاية كده، قوموا بقى اتحركوا ونضفوا اللي وراكم. طيب عارفين اهم حاجة في البيت كله ايه؟ هو الحمام. ايوه الحمام. الحمام اللي بيكون شكله مش حلو ومش متنضف ويمكن كمان ريحة مش حلوة. طيب احنا ليه نوصل للدرجة دي؟ انا معاكم ان في اوقات كتير بيعدي علينا ظروف واوقات، وكمان لما يكون عندنا اطفال مهملين يعني مش في دماغهم. طيب الفيديو ده فيديو تحفيزي، ويا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. ولو حابين النوعية دي من الفيديوهات برضو قولولي في التعليقات لو سمحتوا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان هيوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي هنزلها ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل تنظيف عميق جدا للحمام. طب ايه اكتر منظف للحمام هيلمع معانا وينضف ويعقم وحاجة جميلة جدا؟ هو الكلوركس. كلوركس جميل جميل وهيساعدنا على فكرة وهينضف معانا كويس جدا. هننضف بيه الأرضيات وكمان الحيطان وكمان البانيو والحيطة والحوض وكل حاجة. معايا كمان البيكنج باودر، دي حاجات يعني أساسية لتنظيف الحمام. البيكنج باودر معانا معقم ومنظف وكل حاجة وهيلمع كمان. ما ننساش على فكرة باب الحمام والأكرة، كتير مننا بينسوها، ولو في شفاط في الحمام ننضفه كويس ونلمعه بالكلوركس هيبقى جميل جدا. في الاخر بقى ما ننساش كمان الالوانات، يعني لو في اي حاجة زي كده شمع او زرع او مشيات للارضية او ستارة للحمام او كده رسمة حلوة نعلقها في الحمام. طيب هو ليه حمامات الفنادق بتكون حلوة كده ومنعشة وريحتها حلوة وشكلها حلو؟ علشان بيهتموا جدا بالحاجات دي، حاجات تدي شكل حلو وحاجات كمان تدي روايح حلوة للحمام. هنمسح الأرضية وننضفها كويس. لو في فواصل كده بين السيراميك وبعضه ياريت ننضفها كويس بفرشة صغيرة، هتساعدنا كويس ان احنا ننضف. ننضف ونلمع بقى الأرضية وكمان الحيطان، يعني كلها هناخدها كده مرة واحدة، حيطان والأرضية والبانيو والحوض. طبعا عايزة اقول لكم ان التواليت بنحط فيه المنظف بتاعه ونسيبه شوية لغاية ما نخلص باقي الحمام، هيكون اخر حاجة هو التواليت علشان ينضف معانا بسرعة. نهتم كمان لو فواصل السيراميك بتكون معانا غامقة من كتر المنظفات،
هنجيب كده شوية اسمنت ابيض ونعملهم في مية وفي ازازة كده وليها بوز رفيع، وهنزود بيها كده فواصل السيراميك ده لو حبيتي. دي كده يعني طريقة كده سريعة هتدي معاكي شكل حلو جدا للأرضية. انا عارفة انها بتكون في النهاية شكلها كده مش حلو الأرضية من كتر المنظفات، وبتكون خلاص اتهرت كده وخلعت ولونها اسود من كتر المنظفات. طيب هنجيب شوية اسمنت زي ما احنا اتفقنا وفي ازازة كده ونحط فيها مية من غير ما نيجي ناحية ايدينا خالص، وبعد كده هنوزعها بين فواصل الارضيات، هتدينا في النهاية شكل جميل جدا. طيب نيجي بقى لو في منظمات للحمام ننظف بيها وتساعدنا، يعني هنجمع فيها كل منظفات الحمام، يعني بخاخ الكلوركس، الفرش طبعا لكل حاجة ليها فرشتها. تواليت ليه فرشته ما بنجيش ناحيتها، بتكون جنب التواليت على طول، بننضفها بعد كل مرة ونحطها تاني في مكانها. طيب البانيو ليه فرشة والحوض ليه فرشة وكمان الحيطان. تمام، هنجمع بوكس فيه كل الفوط وفيه كل منظفات الحمام وكمان ملمع للمراية، وهنحطهم في بعض مع بعض كده في بوكس صغير علشان يساعدنا في تنظيف كل مرة. طب لو عندنا بقى اطفال علشان ما يكركبولناش كل حاجة كده ويخرجوها من مكانها، هنعمل لهم كده بوكس صغير فيهم ادوات النظافة بتاعتهم، زي فرشة سنانهم، لو في فرشة شعر، لو في كريمات معينة، لو في شامبو، كل الحاجات دي في بوكس صغير للاطفال ويكون في متناول ايديهم يعني. تمام جدا. طب في بقى عندنا كركبة في الحمام، هنجيب بوكس كده ونجمع فيه الشامبوهات والصابون بتاعنا والكريمات وكل الحاجات دي، اي حاجة بقى خلصانة منها، اي حاجة ملهاش اي لازمة بنخرجها برا الحمام. لمعنا كده الارضيات، لمعنا الحيطان، لمعنا كمان الباب ولو فيه شباك، ولمعنا كمان البانيو والتواليت وكمان الحوض، لو في مراية هنلمعها. تمام جدا. نيجي بقى في الاخر لو في معطر بنرش كده معطر ونزين الحمام بقولنا زي شمع او كده صورة حلوة او زرع، يعني حاجة كده من المنظفات المنظمات اللي بتساعدنا يكون شكلها حلو ونحط فيها الفوط. تمام كده خلصنا الحمام مع بعضنا. نيجي بقى على الأوضة الكارثة، الأوضة اللي أكتر اهتمام مننا، وفي نفس الوقت بتخلص بسرعة، بتبوظ بسرعة، بتتبهدل وتتكركب مننا. هي ايه يا ترى؟ كل واحد يقول لنا عنده ايه اكتر حاجة واكتر مكان بيتلخبط منه بسرعة وبيتبهدل بسرعة. هي أوضة الولاد. لما يكون عندنا أولاد كده ومغلبيننا وبيبهدلوا مكانهم والدنيا بتخرب، يعني مكانهم الدنيا بتبوظ، كل حاجة بتبقى بره مكانها وكل حاجة ما بتكونش في مكانها، والبوكسات كل حاجة فيها بتطلع، يعني قمة الإهمال. طيب احنا يا ريت ان احنا نعودهم على النظافة والنظام. ايوه هنتعب في الاول علشان هيتعودوا بعد كده وهيريحونا بعد كده، والمكان نوعا ما هيبقى منظم عن كده خالص، وكمان هيكبروا على النظافة والترتيب والنظام. نيجي بقى على الأوضة، أي حاجة فيها ملهاش أي لازمة نخرجها، زي كتب، زي ورق، زي لعب كده قديمة، أي حاجة بنخرجها. ليه؟ الحاجة اللي بتكركب عندنا بيكون شكلها مش حلو وبتساعد على الكركبة وكمان بتلم مننا تراب وبتكون مرمية هنا وهناك، بنجمعها كده نتخلص منها في باسكت الزبالة، او اي حاجة نقدر نتخلص منها نتخلص منها ونخرجها بره الأوضة، علشان كمان نوفر مساحة، وعلشان كمان الحاجات اللي بتيجي تاني جديدة يكون في ليها مكان، ويكون يعني تساعدنا على النظام على قد ما نقدر. نيجي بقى على الشباك، الشباك وكمان الباب زي ما اتفقنا، ما ننساش باب الاوض يا جماعة، الباب والاوكر دي لازم تتلمع كل فترة والتانية. لمعنا وتخلصنا من الأتربة والغبار اللي في الشباك وفي الباب، وكمان المروحة بتجمع تراب كتير معظم الوقت، على طول على طول يا ريت ما ننساهاش في التنظيف. نيجي بقى البوكسات الكتب وبوكسات الألعاب، هنخرجها ونخرج اللي فيها ونمسحها وننضفها كويس ونمسح مكانها.
أي بقى هدوم موجودة عندنا مش نضيفة بنخرجها برا الدولاب، وأي هدوم نضيفة بنجيبها ونطبقها ونحطها مكانها في الدولاب. الأرضيات بنكنسها ونمسحها وننضفها كويس، زي ما اتفقنا ان السجاد كل مرة على الأقل سجادة، كل مرة سجادة من البيت بناخدها وبنغسلها يعني مرة كل فترة لما بتتوسخ. المهم ما نسيبهاش، المهم كل فترة بغسل سجادة. ما ينفعش بقى، مش لازم اجي اجمع كل سجاد البيت كله واحطه فوق دماغي واكركبه واغسله كله مرة واحدة، هقوم تعبانة واحتاج يوم كامل للراحة بعد غسيل السجاد. لا، انا هاخد سجادة واحدة كل فترة اغسلها وانضفها ويبقى عندي المكان نضيف من كل حاجة. والسرير بقى بغير طقم السرير كله وانضف المرتبة كويس الاول، ولو ليها كفر للمرتبة انضفه، وبعد كده بغير طقم السرير وارتب كده الفرش بتاعه. بمسح وبنضف الأوضة، بخرج منها اي حاجة ملهاش اي لازمة. كده انا رتبت الأوضة ومسحتها. ونيجي بقى للحيطة، لو محتاجة مني تلميعة كده على الماشي، وكمان لو في براويز او حاجة متعلقة على الحيطة منساش ان انا انضفها معايا بالمرة. كده نضفت الشباك والحيطان وكمان المروحة وكمان الباب، منسيتش حاجة الحمد لله. ما ننساش كمان الأجهزة الكهربية اللي موجودة في الأوضة، يعني لو في كمبيوتر أو تلفزيون أو أي حاجة بنضفها كويس وبلمعها. وكمان الأدراج اللي بتكون مليانة كركبة وكتب ملهاش لازمة وورق مرمي وكل حاجة ملهاش لازمة، لا بنظمها وأشيل أي حاجة مش محتاجينها وانضف لهم الحاجات، وارتب لهم كمان الكتب والأدراج والأدوات بتاعتهم. كده تمام. لو في مكتب بلمعه وكل حاجة ألمعه فوق وألمعه من تحت الأرضية وكل حاجة، الأرضية تحت المكتب يعني. لو في حاجة متعلقة زي ما قلنا على الحيطة ما ننساهاش، لأنها بيتكون وراها أتربة وغبار كتير. كل الحاجات دي بعد ما بنخلصها بنلاقيها كده نضيفة وبتلمع وشكلها بيكون حلو، غير قبل وبعد. يعني لو في رف طبعا منساهوش علشان بيكون حاوي أتربة من غير ما ناخد بالنا منه، وارتب عليه الحاجات واحطها تاني مكانها. كده تمام وزي الفل. هنفتح بقى الشباك ونسيبه مفتوح عشان كده يدخل لنا الهواء والشمس ويغير لنا كده من جو الأوضة، ويدينا كمان طاقة إيجابية، ويدي ولادنا طاقة إيجابية كمان للمذاكرة وإنهم يقعدوا كده في أوضتهم والوقت إن هو يساعدهم على المذاكرة. بنظم لهم سرايرهم زي ما اتفقنا، وانضف يا ريت تحت المرتبة ده كل فترة، لان هو بيحوي معانا غبار واتربة كتير، يعني على طول بيكون مكان احنا ما بناخدش بالنا منه بنلاقي فيه على طول التراب كتير جدا. خلصنا كده، كفاية علينا كده جدا النهاردة. شكرا ليكم.